ببرهان الوحدانية ومعرفة أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا تبارك وتعالى لا أثر لغيره في شيء. فيلزم استواء الكفر والإيمان في أن كلا يصلح أن يجعل أمارة على ما جعل الآخر أمارة عليه، وأن ذلك ليس ظلما، إذ الظلم التصرف على خلاف الأمر والنهي. الله فهمت؟ لو واحد قال لك يعني الحق تبارك وتعالى ليش جعل فلان غني كبير، فلان فقير، فلان بصير، فلان أعمى، فلان كذا، هذا هل هذا يدخل في الظلم؟ يدخل في الظلم؟ ما الدليل أنه لا يدخل في الظلم؟ الظلم أن تتصرف في ملك الغير بغير إذنه، هذا الظلم. أن تتصرف يا محمد في ملك الغير بإذنه، أما هو ملكه، فمهما تصرف في ملكه فهذا عين العدل. عين العدل. لو أنت مثلا قلم حبيت أعطيه لأي إنسان، هل يخرج عن العدل؟ يخرج عن العدل. هاي الكلام. وأن ذلك ليس ظلما، إذ الظلم التصرف على خلاف الأمر والنهي، ومولانا تعالى هو الآمر الناهي، فلا يتوجه إليه من سواه أمر ولا نهي أبدا. أو التصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه، هاي ناحية. إذا ما أخذنا الأولى نأخذ الثانية. الأولى يعني فيها أدب أكبر، لا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه، لا أمر إلا أمره، هذا الأدب. بعدين إذا أشخاص قليلين أدبهم قليل بتقول له إنه الظلم إنه يتصرف في مال الغير، ولا ملك لغيره معه سبحانه وتعالى. ولولا هذا النظر ما أدرك العقل جواز الأمرين، إذ المتبادر للعقل ابتداء وجوب إثابة المطيع وتعذيب الكافر لا شك. ولذا ذهب إلى ذلك المعتزلة، قالوا بالصلاح والأصلح، قالوا بالصلاح والأصلح، إنه يجب على الله تعالى إنه يطيع، يعني يدخل المطيع الجنة ويدخل العاصي النار. لا، قالوا يجب أوجبوا على الله المعتزلة، لذلك ذهب إلى ذلك المعتزلة الوجوب، لذلك ضلوا. وأما في الشرع العزيز، لذلك لما يفسر إن الله يهدي من يشاء، شو فسروها؟ إن الله يهدي من يشاء الهداية. شوف بالله عليك، لأن الإنسان يخلق أفعال نفسه ضالين. وأما في الشرع العزيز فلا يصح ذلك، لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل، فتعذيب المطيع لا والله مستحيل شرعا لما يلزم عليه من كذب الله في خبره، لأنه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، كذلك وعد الذين كفروا النار. وأنجاز عقلا. وكذا إثابة العاصي إن كان عاصيا بالكفر لما يلزم عليه من كذب الله في خبره، أنه وعد إدخال الكافرين النار. وأما إن كان عصيانه بغير الكفر كانت إثابته جائزة شرعا كما هي جائزة عقلا. رجل عمل ذنوب عاش 99 سنة مليئة كلها بالذنوب، وضعت في بطاقة الميزان، وضع في كفة الميزان، في الكفة الأخرى بطاقة صغيرة مكتوب عليها لا إله إلا الله، رجحت هذه البطاقة على 99 سنة من ذنوب. يعني ما دام يعني ما دخل في الشرك فالله فهو يقبل التوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آمين. ومثال الجائز الذاتي كوجودنا، الله أكبر، ولم يوجد للجائز العرضي مثال، لأنه ما في جائز العرضي لما يلزم عليه من المحال، وإن كانت القسمة العادية تقتضي ذلك، يعني 6. ومثال الجائز الإثباتي كدخول المؤمنين الجنة، ومثال الجائز المنفي كالعذاب عن المطيع. الحمد لله. أيوة. وقول البناني مثال الجائز العرضي كدخول الصحابة، الله، كدخول الصحابة الجنة، فهذا مثال للواجب العرضي، لأنه في الأصل كان جائزا لذاته فصار واجبا عرضيا لإخبار الشارع بوقوعه. يعني بقول لك إنه هذا كلامه غير صحيح، لكن بالأدب. وقد تقدم له ذكره مثالا للواجب العقلي العرضي، فكيف يصير هو نفسه مثالا لجائز العرضي؟ يرد على الشيخ الأدب. عم يعلمنا الشيخ الأخلاق، ما فقط يعلمنا التوحيد، عم يعلمنا الأخلاق رضي الله عنه، كيف نرد على المشايخ. فليتأمل. ولعل أن الجائز العرضية وإن اقتضت القسمة بالنظر إلى قسميه
الواجب والمحال فإنه لا يوجد له مثال، يعني ما في جائز عرضي، لأن الجائز الذاتي لا يكون جائزا عرضيا، وكذلك الواجب الذاتي لا يكون جائزا عرضيا، وكذلك المحال الذاتي لا يكون جائزا عرضيا، وإنما الجائز الذاتي هو الذي قد يكون واجبا عرضيا كنصر المؤمنين، شيء كنصر المؤمنين، أو محالا عرضيا كما تقدم، وكما هي قاعدة الحكم العقلي. فلذلك قلت: ولما كان الجائز العقلي ينقسم إلى 5 أقسام فقط لعدم وجود مثال يطابق قاعدته، ولا يضر نقصه عن قسمين بما يتعذر وجود مثاله، فليتأمل وليحفظ فإنه نفيس، والله أعلم به التوفيق. والحاصل أن الحكم العقلي ينحصر في 3 أقسام. ينحصر في 3 أقسام: واجب ذاتي، حال ذاتي، جائز ذاتي. إذن الحكم العقلي ينحصر كم قسم يا أبو عمر؟ 3: واجب ذاتي، حال ذاتي، جائز ذاتي. الواجب الذاتي لا يتفرع عنه شيء، أي لا يكون جائزا عرضيا ولا محالا عرضيا لما يلزم عليه من قلب الحقائق. والواجب الذاتي هو وجود الله تبارك وتعالى، وجود الله تبارك وتعالى. والمحال الذاتي عدم الحق، عكسه، أو وجود الشريك أو الولد، لا يتفرع عنه شيء، لا يكون جائزا عرضيا ولا واجبا عرضيا لما يلزم عليه قلب الحقائق. والجائز الذاتي يمكن ولا يمكن أن يصبح واجب عرضي، ولا يكون جائز إلا ذاتيا، أي لا يكون جائزا عرضيا متفرعا عن الواجب الذاتي ولا جائزا والجائز الذاتي ولا يكون الجائز إلا ذاتيا، أي لا يكون جائزا عرضيا متفرعا عن الواجب الذاتي ولا جائزا عرضيا متفرعا عن المحال الذاتي لما يلزم عليه من قلب الحقائق. والجائز الذاتي يتفرع عنه 2: الواجب العرضي والمحال العرضي. مفهوم؟ واضح. والعرضي لا ينافي الإمكان الذاتي، كما قلنا يسمى العرضي يسمى كذلك الشرعي، العرضي والشرعي، فهو لا ينافي الإمكان الذاتي، يعني ما خرج عن كونه ممكن. فهنا فالواجب بالنسبة لنا لا بالنسبة يختلف عن الواجب الذاتي. الواجب الذاتي أيوة. وأما هو بالنسبة لنا أن نؤمن بوعد الله تعالى أن يدخل من الجنة وأن كفار النار. والعرضي لا ينافي الإمكان الذاتي، وإنما ينافيه الواجب الذاتي والمحال الذاتي لما فيه من قلب الحقائق. ولما فرغ من المقدمة الله، فالآن يريد الشيخ رضي الله عنه أنه يبدأ بالواجب ويقسم لنا الواجب إلى 20 صفة، وهذه 20 صفة مقسمة إلى 4 أقسام: نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية إلى آخر البحث. وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ ذلك. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربك يخلق ما يشاء